فيلمنا بيبدأ مع مجموعة صحاب بيكونوا راكبين أتوبيس المدرسة ورايحين لإصلاحية مهجورة عشان يقضوا فترة عقوبتهم فيها، وبيكونوا 5 طلبة هما ليكسي وباريت وكيفن وجيسيكا وتايلر، وبيوصلوا لمكان الإصلاحية اللي رايحينها، وهناك بيقابلوا بريسلي مديرة المدرسة واللي بتبقى مسؤولة عن احتجازهم وعقابهم المرة دي، وبيكون مع الطلبة السيد بيت سواق الأتوبيس، وهو ده اللي بيوديهم الأوضة اللي هيفضلوا قاعدين فيها لحد ما بريسلي تجهزهم وتروح تقول لهم شروط الاحتجاز. وبتروح بريسلي على أوضة مليانة تراب عشان تحط حاجتها فيها، وبتطلع جايزة على شكل منارة أخدتها بمناسبة فوزها بلقب أفضل مديرة مدرسة لسنة 2010، وبتكون حابة جايزتها جدا لدرجة إنها ما بتاخدهاش معاها في أي مكان خاص بالشغل. وبعد ما بتخلص تنظيف مكتبها بتطلع على الطلب وبتقول لهم إن أهلهم اتبلغوا في فكرة احتجازهم النهاردة في الإصلاحية المهجورة دي، وده لأن مدرستهم بيتم تعقيمها بسبب انتشار الفئران فيها وما كانش ينفع يتعاقبوا فيها زي كل مرة، علشان كده استأذنوا من الحكومة إنهم ياخدوا الإصلاحية دي لمدة يوم واحد بس. وبتبدأ تقول لهم شروط الاحتجاز الخاصة بيهم، وهي إن مش مسموح ليهم يكلموا بعض طول مدة الاحتجاز، ممنوع انهم يسيبوا الكرسي بتاعهم او يطلعوا بره الاوضه حتى الا بعد اذن منها هي، بسبب انتحار زميلتهم جيني الربيع اللي فات مطلوب منهم انهم يكتبوا مقاله من 800 كلمه عن اللي بيأثر فيهم وبيضايقهم من حياتهم. وبتطلب بريسلي منهم كلهم تسليم التليفونات بتاعتهم وهيبقوا يستلموها في نهايه يوم الاحتجاز على الساعه 4، وانها تبقى موجوده في اخر الطرقه اللي قدامهم بتراقبهم. بيستحسن انها ما تسمعش اي صوت جاي منهم والا العقاب هيستمر لحد يوم السبت الجاي كمان. وبتسيبهم عشان يبداوا كتابه المقال بتاعهم، وبتفضل ليكسي تتكلم معاهم كلهم وترخم عليهم لانها مش حابه تفضل ساكته ولا تكتب المقال المطلوب منها، وبتحاول انها تتقرب من باريت لكن جيسيكا بتصدها وبتخليها تبعد عنه. وبتروح ليكسي عشان ترخم على تايلر فبيتخانقوا سوا وبيعملوا دوشه، وبتكون مس بريسلي ماسكه موبايل باريت عشان تتفرج على صوره من وراه. بتسمع صوت الخناق بتقوم عشان تشوف اللي بيحصل، رجليها بتتخبط جامد وبتتعور، وبتروح على اوضتهم عشان تقول لهم ان المره الجايه اللي هتسمع صوتهم فيها هيتعاقبوا كلهم بالاحتجاز لحد السبت الجاي. وبتسيبهم وبتروح الحمام عشان تطهر الجرح. وبتقرر ليكسي انها تروح اوضه بريسلي وبتسرق الفلوس من شنطتها، وبتلاقي الجايزه بتاعت بريسلي قدامها فبتفضل ماسكاها وبتلعب بيها، وبتروح بيها على اوضه الاحتجاز. وبتكون جيسيكا متاكده ان ليكسي هتوديهم في داهيه، فبتقوم تراقب الممر عشان لو بريسلي قربت منهم، وبتشوفها جايه عليهم فكلهم بيقعدوا وبيخبوا الجايزه ورا ظهرهم عشان بريسلي ما تاخدش بالها، وبتكون واثقه انهم بيخططوا لحاجه، وبتفضل تزعق فيهم لحد ما بيجي لها رساله على موبايلها وبتتوتر فجاه، فبتسيبهم وبترجع من تاني على اوضتها. وبعد مده كل الطلبه بيسمعوا صوت صريخ بريسلي فجاه، وبتروح على الباب بتاعهم وبتطلب منهم يفتحوا بابهم بسرعه وان في حد بيحاول يقتلها. وفجاه صوتها بيختفي وبيبان دم من تحت عتبه الباب. كلهم بيتاكدوا ان بريسلي اتقتلت وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي. بيسمعوا صوت حد بيتكلم معاهم من خلال المايك بتاع الاصلاحيه وبيقول لهم ان القوانين اتغيرت وهيمشوا على القوانين الجديده، وبيفتح لهم الباب اللي بريسلي اتقتلت وراه، وبيكونوا مجبرين انهم يتحركوا من الاوضه عشان يدوروا على سبيل للهروب من المكان. وبتكون جثه بريسلي اختفت ومش فاضل منها غير خط دم في الارض، فبيمشوا وراه وبتفضل ليكسي ماسكه الجايزه في ايدها على اساس انها سلاح يحموا نفسهم بيه. وبيدوروا على موبايلاتهم لكن ما بيلاقوهاش في اوضه بريسلي. وبتقول لهم تايلر انها قرت كتير عن الاصلاحيه اللي هم فيها، ان وقت نقل كل المساجين منها اتبقت مسجونه واحده بس فضلت محبوسه فيها، واكتشفوا جثتها بعد مده طويله من هجر المكان، وروحها لسه ساكنه المكان وبتقتل اي حد يدخل مكانها. وبيخمنوا كلهم ان بريسلي هي اللي بتعمل كده فيهم عشان تأدبهم وترعبهم اكتر. ده غير ان كل مكان بيمشوا فيه بيلاقوا باب محدد بس هو اللي بيتفتح لهم، كأن القاتل عايزهم يمشوا في مسار محدد ليهم وبس. وبيدخلوا مكان المطبخ وبيفضلوا يدوروا في الثلاجات اللي حواليهم على اي حد مستخبي، لحد ما ليكسي بتدخل ثلاجه كبيره وبتكتشف ان بريسلي متعلقه قدامها وهي ميته، فبتفضل تصرخ لحد ما كلهم بيجوا لها. وبتكون بريسلي مقتوله قدامهم ومتعلقه، وبيتاكدوا ان اللي بيكلمهم في المايك مش هي بريسلي وان الموضوع مش مقلب. وقبل ما ليكسي تمشي بتسيب الجايزه بتاعت بريسلي جنبها كنوع من الوداع ليها، وبيكملوا طريقهم على امل الهروب من السجن. وبيفكر باريت انه ياخد باب غير الباب اللي بيتفتح قدامهم وانه يفتحه بالعافيه، وساعتها بيتكهرب وبيقع على الارض فاقد الوعي، وبيحاولوا يفوقوه من الاغماء. وبيفهموا ان كل الابواب الغير مصرح ليهم انهم يفتحوها هتكون متكهربه عشان القاتل يمنعهم من اخذ طريق هو مش عايزه. وبتبقى تايلور متاكده ان اللي بيعمل فيهم كده هو شبح المسجونه اللي ماتت في السجن، فبتقترح عليهم ان كل واحد فيهم يمسك اي سلاح او حديده قدامهم عشان يدافعوا عن نفسهم لو القاتل هاجمهم. وبيكملوا تحرك ناحيه الباب اللي بيتفتح لهم، وبيفضلوا ماشيين في ممر طويل ضلمه لحد ما بيلاقوا ان في واحد واقف فوقيهم في ايده حديده، وبيحاول انه يجري وراهم عشان يقتلهم. وبيهربوا في اقرب اوضه مفتوحه لهم وبيقفلوا على نفسهم عشان القاتل ما يوصلهمش، لكن بيدخل عليهم غاز بيخنقهم. وبتحاول جيسيكا انها تقفل المكان اللي جاي منه الغاز بالجواكت بتاعتهم، لكن الغاز بيكون كتير جدا فبيلجأوا انهم يهربوا من خلال فتحات التهويه. وبيفضلوا كلهم ماشيين في السقف بالراحه عشان يفلتوا من القاتل، وبسبب ان المكان مهجور بيكون السقف هش جدا وبيعملوا صوت، فبيقدر القاتل انه يحدد مكانهم وبيفضل يضرب السقف بالحديده اللي معاه عشان يفرقهم عن بعض او يطعن حد فيهم. واثناء محاولتهم للهرب كلهم بينفصلوا عن بعض، وبتقع جيسيكا وكيفن في ممر السجن، وباريت وليكسي بيقعوا في قاعه كبيره فاضيه، وبتفضل تايلور مستخبيه في السقف وخايفه تتحرك لحد ما
ما القاتل بيقدر انه يضربها بعصايته ويقتلها، وكلهم بيفوقوا وما بيكونوش عارفين هما فين. وبتسمع جيسيكا وكيفن صوت حد بيقرب منهم وبيخبط على القضبان اللي حواليهم، فبيهربوا من مكانهم. وبيكون كيفن رجله اتلوت من الوعى فما بيقدرش انه يجري بسرعه، والقاتل بيكون مراقبهم وماشي وراهم لحد ما بيوصلوا لممر مسدود ما فيهوش مكان يهربوا منه. وبتستسلم جيسيكا وبتحمل نفسها الذنب انها دخلت ممر مسدود وهتكون السبب في موتها وموت كيفن. فبيحاول كيفن انه يواسيها وبيقول لها ان في طريقه للهروب من القاتل، وان بطله زيها اكيد هتلاقي حل ومش هتستسلم ابدا. فبتقول له جيسيكا انها مش عايزه تموت دلوقتي الا بعد ما تخلي والدها فخور بيها وبانجازاتها، وان هو السبب الحقيقي اللي مخليها متفوقه وبتشارك في كل الرياضات الممكنه عشان تكسبها وتخليه فخور بيها. وساعتها بيقرروا انهم هيحاولوا يستخبوا من القاتل على امل انه ما يشوفهمش، وده اللي بيحصل لانهم بيستخبوا في مكان بيكون بعيد عن عيون القاتل، وبيفتكر انهم هربوا منه فبيبعد عن المكان اللي هم فيه. وبيطلعوا هما الاثنين من المكان، وبتكون جيسيكا عايزه تجري بسرعه عشان تدور على مخرج. وساعتها بيفهم كيفن انه لو فضل معاها هيعطلها بسبب انه مش قادر يجري بسرعه لانه متصاب في رجله، فبينفصل عنها وبيمشي في طريق مختلف علشان تفضل هي لوحدها وتقدر تجري براحتها. واما بتلاقيه اختفى من وراها بتفضل تدور عليه في الممرات اللي قدامها، لكن بيكون القاتل قدر يحدد مكانه وبيهجم عليه وبيقتله. وبتكمل جيسيكا جري في المكان وهي مرعوبه على كيفن لحد ما بتلاقي ليكسي وبارت قدامها، وبتسالهم لو شافوا كيفن ولا لا. وبتاخد بالها ان في روج من ليكسي على بارت، وبتفهم انه خانها معاها وبتندم انها كانت مرتبطه بخاين زيه ومش مهتم بحياتها. وبيسمعوا صوت في المايك من القاتل بيأمرهم انهم يرجعوا الاوضه بتاعه الاحتجاز اللي كانوا فيها من تاني، وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما بارت بيقول لهم انه مش مهتم بحد فيهم وكل واحد يعيش مع نفسه ويهتم بنفسه بس، وكل اللي يهمه انه لو مات يبقى ميت وهو وسيم وعمل كل اللي بيتمناه في الدنيا، لانه مش مهتم بقتل مجنون حابسهم في سجن وبيطاردهم. بيسيبوا جيسيكا وليكسي وبيرجعوا من تاني على الاوضه اللي كانوا فيها، وبيروح هو ناحيه انعكاس ازاز عشان يظبط شكله. وساعتها بيجي له القاتل من وراه وبيضربه في الازاز اللي قدامه لحد ما وشه بيتدمر تماما وبيموت عكس ما كان بيتمنى. واما جيسيكا وليكسي بيسمعوا صوت كسر الازاز بيجروا عليه وبيلاقوا بارت ميت قدامهم، وبيشيلوا نفسهم ذنب موته لانهم سابوه لوحده وراهم. وبيقرروا انهم لازم يقتلوا اللي بيعمل فيهم كده قبل ما يقتلهم هو، وكل واحده بتاخد حديده من قدامها وبيدوروا عليه في المكان. وبيلاقوا كتاب كيفن مرمي قدامهم وعليه دم، وبيعرفوا ان هو كمان اتقتل. وبيفضلوا ماشيين في المكان لحد ما بيلاقوا ان القاتل واقف قدامهم بيكلمهم في المايك انهم هما الاثنين اللي كسبوا معاه ولسه عايشين واتنقلوا للنهائيات. وبيراقبوه من بعيد وبيلاقوا الاوضه بتاعته فيها صور كتير لزميلتهم جيني اللي انتحرت، وما بيفهموش ايه سبب وجود صورها في السجن وفي اوضه القاتل. وبيستنوا انه يخرج من اوضته وبيهجموا عليهم هما الاثنين، ولانه ضخم بيقدر انه يضربهم هما الاثنين. وبيمسك جيسيكا وبيخلي باب السجن يتقفل على راسها، وبعدها بيروح على ليكسي وبيدخلها اوضته قدام صور جيني، وبيقول لها انه راجل الامن في المدرسه ودايما الكل بيعتبروه شخص نكره غير مرئي ومحدش بيهتم بوجوده، وده اللي بيخليه يشوف الحاجات من منظور مختلف. وانه كان صعب جدا انه يجيب 50 فار ويحطهم في المدرسه عشان يقفلها وينقل حبسهم كلهم للاصلاحيه دي. ده غير انه كان عامل حسابه ان هم الخمسه بس اللي يتعاقبوا ويتنقلوا للمكان ده، سواء كان عن طريق انه يحط حاجه في الخزنه بتاعتهم او ينشر اشاعه عن حد فيهم زي تايلر ويكون سبب في انها تتخانق مع زميله ليها فتتعاقب هي كمان. لكن جيسيكا بتفضل تتحايل عليه انه يسيبها لانها ما عملتش اي حاجه تستاهل اللي بيحصل فيها، وبتكون مش عارفه اسمه حتى. فبيقول لها انها بتشوفه كل يوم لمده 4 سنين وما تعرفش حتى اسمه، واكيد ما تعرفش ان كان ليه ابنه في المدرسه واسمها جيني. وبتفهم جيسيكا ان بيت هو ابو جيني اللي انتحرت، وبيكون ناوي انه ينتقم من اللي كانوا سبب في موت بنته، انه ما كانش ليه غيرها وهي الوحيده اللي كانت بتقدر تضحكه وتطمنه، وكان بيحاول انه يعملها اي حاجه بتتمناها في الحياه. ولحد دلوقتي بيسمع صوتها في ودانه وهي بتناديله، وان هو اللي قال لها ما تقولش لحد عن انه يبقى ابوها عشان ما حدش يتريق عليها بسبب وظيفه والدها البسيطه. لكن ده ما رحمهاش من التنمر اللي كانت بتتعرض له واللي انتحرت بسببه في الاخر، وانهم لازم يموتوا زي ما هي ماتت. وبيحاول بيت انه يخنقها، لكن ليكسي بتوري له انها لابسه سلسله فيها صور جيني نفسها لانها كانت صديقتها المقربه وكانت بتحكي لها كل حاجه وعمرها ما اتنمرت عليها. وبيرفض بيت انه يصدقها وبيقرر انه يخنقها عشان يخلص عليها. وبتظهر بريسلي من تاني من وراه وبتضربه على راسه عشان يغمى عليه، وبتنقذ ليكسي من ايده. وبتترعب ليكسي من بريسلي لانها بتفتكرها الشبح بتاعها من بعد ما شافتها ميته قدامها، وبتاكد لها بريسلي انها مش شبح وصاحيه ما ماتتش لسه وكان مغمى عليها بس، وانها جايه تنقذها عشان يهربوا من الاصلاحيه اللي هم فيها دي بعيد عن بيت بعد ما قتلته بالجايزه بتاعتها. وبتدور بريسلي على الزرار اللي بيفتح كل الابواب عشان يهربوا من السجن بعد ما قدروا يقضوا على بيت ويخلصوا منه.